من الحاجات المهمه جدا في العربيات واللي فعلا ممكن تخلي موتور عربيتك يعيش معاك فتره طويله ويعمر معاك او يخرب ويبوظ بسرعه جدا هي سائل التبريد. وسائل التبريد عليه جدل كبير جدا حتى وقتنا هذا، وللاسف ان في ناس كتير جدا يعني بتقدم محتوى عريق ومهم جدا ومنتشر عن مجال العربيات، وللاسف انها بتنشر محتوى غلط عنه. وانا مؤمن الوزير وجاي النهارده اصحح لكم واوضح لكم برضو ايه الفرق بين انواع سوائل التبريد المختلفه، وانا الخص لكم واحسم لكم الجدل ده. برضو زي ما احنا متعودين دايما ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي ولايك وشير للفيديو، ويلا بينا نعرف ايه هو سائل التبريد. خلينا في الاول كده نعرف ليه اصلا في سائل تبريد في العربيات، وهنعرف برضو ليه ميه عاديه ما تنفعش، اللي هي الميه المنحرفيه دي ليه ما تنفعش، وكمان ايه الفرق بين الالوان بتاعه سوائل التبريد المختلفه. مبدئيا ان سائل التبريد ده موجود عشان يحافظ على درجه تشغيل المحرك لدرجه معينه بحيث ان هي ما تعلاش عنها، وفي الغالب بتكون الدرجه دي في حدود ال 120 درجه. يعني هو سائل التبريد ده موجود عشان درجه الحراره بتاعه الموتور بتاع العربيه ما يعلاش فوق ال 120 درجه ويبدا ان هو ياثر والموتور يتاثر وما يشتغلش بكفاءه عاليه. وعلى فكره في عربيات واشهرهم كانت الفولكس بيتل اللي هي القديمه كانت بتشتغل بتبريد هواء مش تبريد، يعني مش تبريد بسائل تبريد. فلو انت معاك بيتل ما تكملش الفيديو ده لان انت مش محتاج تصدع نفسك. طيب النقطه الثانيه عايزين نتكلم عنها وهي ليه الميه المنحرفيه اللي ما تنفعش، يعني ليه الميه العاديه بتاعتنا اللي بتاعت الشرب دي ما تنفعش. اولا الميه بتاعت الشرب دي او الميه العاديه دي هي ميه للاسف ما تكونش احسن حاجه، برضو زي ما احنا عارفين انها برضو مهما كان بيفضل فيها شوائب وبيفضل فيها بعض الرواسب وكمان بيكون فيها املاح. وكمان الميه العاديه دي بتتفاعل بسرعه مع الحراره، بمعنى ان انت لو في دوله مثلا اوروبيه او دوله اماكن فيها بارده جدا فممكن درجه حراره الجو تنزل تحت الصفر، فبالتالي ان الميه دي هتتجمد. يعني اظن كده الموضوع شرح نفسه. وبرده لو احنا في دوله حر جدا زي دول الخليج ودول جنوب افريقيا او دول خط الاستواء فهتلاقي برده ان درجه الحراره بتكون عاليه جدا، بالتالي ان الميه دي هتتفاعل وهتسخن، درجه حرارتها هتسخن وتتفاعل مع درجه حراره الجو، وبرده مش هتبرد او مش هتحافظ على اداء الموتور بتاع العربيه بان هو يفضل على درجه حراره معينه. ونقطه كمان برده وهي ان الميه العاديه دي مهما كان الميه دي تتفاعل مع الدواخل بتاع الموتور، لان هي طبعا بتمشي في زي مواسير، هنعتبر انها مواسير او زي في مجاري بتمشي جوه الموتور عشان تبرد الموتور وتحافظ على درجه حراره الموتور اللي هي ايه يعني في حدود ال 120. فبالتالي الميه دي لو احنا حطينا ميه عاديه من الحنفيه هتتفاعل مع الموتور من جوه، هتعمل صدى في الموتور نفسه من جوه وتحط فيه شوايب ويعني حاجه ممكن انها تعيق حركه الميه ومرور الميه منه، وبرده هتاثر معاك على ترمبه الميه وبرده هتعمل فيها صدى. طيب نيجي بقى للمهم، والمهم عندنا هو سوائل التبريد. وعلى فكره سوائل التبريد هي مش مجرد الوان وخلاص، يعني مش مثلا كل شركه عامله لها لون وخلاص، لا ده هي اللون ده الحاجه واللون ده الحاجه واللون ده الحاجه. واللي انا هتكلم عنهم النهارده هم اشهر لونين والاكثر انتشار، وهو الميه وسائل التبريد الاحمر وسائل التبريد الاخضر. وخلينا برضو نتفق في الاول وفي الاخر ان سوائل التبريد دي طبعا فيها ميه ولكن متنقيه ومتفلتره جدا 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 بحيث ما يكونش فيها اي شوايب ولا اي املاح ولا اي حاجه، بحيث انها يعني على فكره نسبه الميه دي بتكون في حدود نسبه ال 30%، يعني ما اعتقدش ان هي ما بتتعداش 30%. وكمان بيكون معاها مواد بتمنع تجمد الميه دي. وتعالوا بقى نعرف ايه الفرق بين سائل التبريد الاخضر وسائل التبريد الاحمر. سائل التبريد الاخضر وعمره الافتراضي في العربيه بيكون سنتين، يعني بعد سنتين لازم ان انت تغيره ومش مربوط بعدد كيلومترات معين. النقطه الثانيه بقى وهي مكونات سائل التبريد ده. سائل التبريد الاخضر بيكون مكون من ماده السلكات وماده الايثيلين جليكول. خلي بالكم لان المواد دي مش موجوده في سائل التبريد الاحمر. ودرجه غليان سائل التبريد الاخضر ده بتكون على 120 درجه، وبيكون بينفع اكتر او هو الاصح للمواتير اللي هي بتكون البلوك نفسه من الزهر او من الحديد. سائل التبريد الاحمر وده بيكون عمره الافتراضي في العربيه 5 سنوات مش سنتين زي سائل التبريد الاخضر، وبرده مش مربوط بعدد كيلومترات معين. وسائل التبريد الاحمر ما فيهوش ماده السيليكات وبيكون موجود فيه ماده بدل الايثيلين جليكول بيكون موجود فيه ماده اسمها البروبلين جليكول، وده بينفع اكتر للعربيات اللي بيكون البلوك بتاعت الموتور نفسها معموله من الالومنيوم. وفي نقطه برده بسيطه كده حابب اوضحها لكم، وهي ان انت ما ينفعش ولا تخلط ميه حمراء بميه خضراء او ان انت تزود اي واحده فيهم بميه عاديه من الحنفيه، برده يبقى انت كده ما عملتش حاجه. وبس كده انا كده حسمت لكم الفرق والهيصه دي كلها اللي كانت معموله على سوائل التبريد وايه الفرق بينهم والكلام ده كله. ويا ريت تعملوا شير كتير قوي للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وعشان نصحح للناس معلومات كتير مغلوطه. كان معاكم مؤمن الوزير، واتمنى برضه قبل ما الفيديو يخلص تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي، لايك وشير للفيديو، ولو حد عنده اي استفسارات ثانيه سيبها لي تحت في الكومنتات، واشوف وشكم على خير الفيديو الجاي.